مورينيو هيروح السعوديه السبيشال وان، وبعد تحقيق اول بطوله اوروبيه لروما كان على وشك انه يحقق البطوله الثانيه والاكبر وهي اليوروبا ليج السنه اللي فاتت. قررت روما فسخ التعاقد معاه بالرغم ان كان لسه فاضل 6 شهور في عقده بعد النتائج السيئه في الفتره الاخيره، ولانه ساب الفريق حاليا وهو في المركز التاسع في الدوري، وتم تعيين الكابيتانو دي روسي مدرب للفريق لاخر الموسم. فمورينيو حاليا قدامه اكتر من وجهه يقدر يروح. الوجهه الاولى انه يروح السعوديه، خاصه ان اكيد السعوديه مش هتسيب مدرب كبير زي ده وما تضموش للكتيبه بتاعتها، وما اعتقدش ان مورينيو ممكن يرفض بالارقام الخرافيه اللي السعوديه بتدفعها للمدربين. والوجهه الثانيه هي نيوكاسل اللي بتمر بفتره صعبه مع ايدي هاو حاليا، فاكيد لما يفكروا في مدرب اكيد مورينيو هيكون الاول. الوجهه الثالثه وهي اكيد العوده للديار بورتو، ولكن ما اعتقدش لان اكيد المرتب مش هيسعد السبيشال وان. والرابع واللي اكيد بيتمناه مورينيو ولكنه صعب جدا وهو ان يمسك منتخب بلاده لاول مره، ولكن ما اعتقدش برضو لان البرتغال خلاص لقت وجهتها مع روبرتو. تفتكر السبيشال وان هيروح على فين؟ خلص الكلام.